بيريز يحدد الموعد النهائي لإطلاق دوري السوبرليج. قرار أنشيلوتي النهائي بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد. والدة إمبابي تبلغ ريال مدريد بقرار مثير تفاصيل صادمة، ولكن قبل بداية الفيديو، لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات. كم تكون نسبة فوز الريال بالليجا هذا الموسم؟ وإذا كنت من عشاق النادي الملكي، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الأخبار فور نزولها. وهيا بنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيريز يحدد الموعد النهائي لإطلاق دوري سوبرليج. كشف تقرير صحفي إسباني مساء اليوم الأربعاء عن الموعد النهائي الذي حدده فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، لبدء مشروع سوبرليج بعد حكم المحكمة. وأكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها القضائي أن الاتحاد الأوروبي والدولي لكرة القدم قد أساء استخدامهما للسلطة باتخاذ إجراءات لمنع تنظيم مسابقة دوري السوبر. وأوضح حكم المحكمة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليس من حقه احتكار تنظيم المسابقات، وبالتالي من حق الأندية الدعوة بشكل قانوني لإقامة مسابقة سوبرليج. ويأتي قرار محكمة العدل الأوروبية في الوقت الذي رفضت فيه كافة هيئات كرة القدم في العالم مشروع السوبرليج، بالإضافة للأندية الكبرى، وأبرزها بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، ومانشستر يونايتد. وانسحبت جميع الأندية الإنجليزية والإيطالية قبل عامين من مسابقة دور السوبر الأوروبي، باستثناء برشلونة والريال المستمران في صراعهما الطويل مع الاتحاد الأوروبي. وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يخطط لإطلاق بطولة سوبرليج في سبتمبر 2025، ولكن من الصعب التكهن بإمكانية نجاح هذه المحاولة، حيث يواجه بيريز العديد من التحديات، بما في ذلك معارضة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات المحلية في أوروبا. وإذا تمكن بيريز من إطلاق بطولة السوبرليج، فسيكون ذلك بمثابة ضربة قوية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي يسعى إلى الحفاظ على هيمنته على كرة القدم الأوروبية. قرار أنشيلوتي النهائي بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد. اتخذ الإيطالي أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالريال بشأن تجديد عقده مع النادي الملكي، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير صحفية اليوم. ويواجه ريال مدريد نظيره فريق مايوركا الأربعاء، الموافق 3 من شهر يناير القادم ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة سبورت، فإن الساعات القليلة الماضية قد شهدت تطورات جديدة بشأن مستقبل أنشيلوتي المدير الفني لنادي الريال، على الرغم من اهتمام الاتحاد البرازيلي. وأشار المصدر أن فكرة الكوتش الإيطالي هي تحديد وتجديد عقده مع الميرينجي، والبقاء في سانتياغو برنابيو، وذلك عقب تلقى البرازيلية تهديدا من الفيفا بإمكانية الاستبعاد من المسابقات الدولية. وجاء ذلك التهديد للبرازيل بعد إقالة رودريجو من رئاسة الاتحاد البرازيلي، ومما جعل الإيطالي يعيد النظر في قراراته. أما في سياق آخر، ووفقا للمعلومات الواردة من شبكة كديناسار الإسبانية، فإن الألماني توني كروس نجم الريال شرطا جزائيا قدمه لتجديد تعاقده، وشرطا للميرينجي، مع العلم أن عقده ينتهي مع الفريق الأبيض نهاية هذا الموسم. وأشار المصدر أن لاعب الوسط الألماني سيمدد عقده إذا تلقى ضمانات وشروطا بأنه سيلعب أساسيا في تشكيل الفريق خلال الموسم القادم. ومن جهته، قال أنشلوتي بأنه ينوي الاعتماد على كروس بشكل أساسي على استمراره في منصب المدير الفني للفريق للموسم القادم. وقال كروس أثناء ذلك أنه يفكر في التراجع عن الاعتزال دوليا والعودة لتمثيل منتخب ألمانيا في اليورو 2024. كيليان مبابي يحسم موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد، وبرز يقول كلمته النهائية. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات انتقال كيليان إمبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقا لموقع دون بالون الإسباني، فإن إمبابي لا يريد تكرار ما حدث الصيف الماضي مع الفريق الملكي، بعدما اتفق مع فلورنتينو بيريز على الانتقال إلى الريال، وبعدها تفاجأ الجميع بتجديد لاعب الفرنسي مع PSG. وأشار الموقع الإسباني بأن إمبابي سيعمل على الانتقال إلى الريال في الموسم القادم، فاللاعب يرى بأن الفريق الملكي سيساعده بكل تأكيد على التتويج بجائزة الكرة الذهبية.
التي يسعى للظفر بها. وأوضح المواقع بأن أمبابي يريد كذلك التتويج بدور الأبطال الأوروبية، وهذا لم يحدث إذا بقي في صفوف النادي الباريزي، والذي بذلك فشل مرارا وتكرارا في الفوز وباللقب الغالي بالرغم من الصفقة القوية والمميزة التي تعاقد معها خلال السنوات الماضية. وشدد الموقع الإسباني بأن فلورنتينو بيريز رئيس الملاكي سيسقط إمبابي من حساباته نهائيا في حال تراجع اللاعب عن قراره مرة أخرى للانضمام إلى الميرينجي خلال الفترة الانتقالية الصيفية المقبلة. وقالت شبكة ديفانس ستونر الإسبانية صباح اليوم الأربعاء إن والدة كولياني كانت تتلقى مكالمة من الريال في بداية يناير، وأبلغت النادي من خلال عدة وسطاء أنهم بحاجة إلى المزيد من الوقت لحسم القرار. فلورنتينو بيريز يعلن التحدي لريال مدريد، لن يترك بديل إمبابي وهالاند. كشفت تقارير صحفية إسبانية إن مسؤولي ريال مدريد رفضوا التخلي عن أحد البدائل المتاحة لدعم هجوم الملاكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقا لموقع ديفانس ستونرا الإسباني، فإن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال طلب من فلورنتينو بيريز رئيس الملاكي التعاقد مع فيكتور أوسيمين نجم نابولي في حالة فشل قدوم أمبابي وهالاند. وأشار الموقع الإسباني إلى أن نابولي أعلن عن تجديد عقد نجمها النيجيري فيكتور أوسيمين لمدة موسم واحد حتى صيف 2026. وأفاد الموقع الإسباني بأن مسؤولي ريال مدريد انتبهوا لتجديد عقد أوسيمين، لكنهم لم يسقطوا بذلك اللاعب الإفريقي من حساباتهم لتدعيم خط الهجوم في الصيف المقبل. وأوضح الموقع الإسباني أن الريال جاهز تماما لإعادة أوسيمين لأولوياته مرة أخرى، إذا فشلت عملية التعاقد، إما أمبابي أو هالاند في الصيف المقبل.